بص على السقف، العناكب اللي طالعة دي مش عناكب عادية، دي وشوش أطفال صغيرة بتمشي ب8 أرجل وبتنزل خيوطها على رقبتنا. أنا بتخانق يا هيثم، مش قادرة أتنفس. مش هسيبك. النار الخضراء بدأت تخرج من عينيا ومن بقي. أنا حاسس إني بقيت وسيلة لنقل اللعنة. البيت كله بيتحرق بنار باردة، مش بتحرق العفش، دي بتحرق أرواحنا. هيثم، السقف بيقرب علينا، الأوضة بتصغر والحيطان بتطبق على صدري. أنا سامعة صوت تكسير ضلوعي، ساعدني أخرج من السجن ده. ارمي نفسك ناحية البلكونة، الهوا اللي بره هو أملنا الوحيد. بس الشارع اختفى، مفيش غير فراغ اسود ملوش نهاية. احنا محبوسين في غرفة تعذيب بين السما والأرض. في حد بيخبط من جوه بطني يا هيثم، أنا حاسة بحركة غريبة تحت جلدي، كأن في تعابين صغيرة بتجري في عروقي. اللعنة دخلت جوه دمنا خلاص. اكتمي نفسك وصلي في سرك. النور الأخضر بقى سكاكين بتقطع في خيالات الست العجوزة اللي محصرانا. احنا لازم نكسر الدايرة دي حتى